السلام عليكم ورحمة الله. لو عندك ديب فريزر عمودي أو أفقي يبقى الفيديو ده علشانك. يا ريت تكمليه معايا للآخر علشان تعرفي إزاي تتغلبي على المشكلة اللي حصلت عندنا في الديب فريزر بتاعنا، وما تتكررش عندك إن شاء الله. وكمان تعرفي شوية تعليمات أو نصايح زي ما تحبي تسميها من فني متخصص تساعدك على إنك برضو تحافظي على أي جهاز كهربائي عندك لأطول فترة ممكنة بدون أعطال أو مشاكل بإذن الله. هقول لكم الموضوع بإيجاز سريع كده بدأ إزاي. والدتي جابت الديب فريزر ده من حوالي 6 شهور. مواصفاته جميلة جدا، بصراحة ممتازة لا غبار عليها. هو ماركته باساب LG. لكن لقيتها بتتصل عليا في يوم بتقول لي الديب فريزر مش بيجمد، في أدراج مجمدة وفي أدراج لأ. فعلى طول اتصلت بخدمة العملاء، ما كدبوش خبر. تاني يوم لقيت حد بيتصل عليا، بصراحة هو شخص محترم جدا، بوجه له الشكر من خلال الفيديو. هو الفني مؤمن نوار، شركة باساب طنطا غربية. المهم فالراجل جه فعلا في ميعاده بالظبط تاني يوم من الاتصال، وفتح الجهاز ويعني شاف شغله طبعا، حتى رفض ان انا اصوره او حاجة. ولقى قطعة محروقة. فاول ما شافها قال لي انتوا اخبار الكهرباء عندكم ايه؟ قلت له والله الكهرباء عندنا بتروح وتيجي وبتقطع كتير زي حال الناس كلها، وساعات بتيجي ضعيفة وساعات بتيجي قوية. قال لي طيب، دي اول مشكلة وهي دي اللي سببت الواقعة اللي حصلت عندكم دي. قلت له طيب ما احنا جايبين جهاز ستابلايزر، او بنسميه بالعامية منظم الجهد او المثبت يعني. وده يا جماعة دوره ان هو لما الكهرباء بتيجي عالية او بتيجي منخفضة هو بيظبط الكهرباء بما تتناسب مع الجهاز اللي محطوط عليه. فالكهرباء عندنا في بيوتنا كلها معظمها 220 فولت، فلو جت اقل من كده او ازيد من كده هو بيظبطها بالمعدل اللي يتناسب زي ما قلت لكم مع الجهاز. فده مهم جدا. فأصبحت هنا المشكلة عندنا احنا في الكهرباء بتاعتنا مش في الجهاز. وطبعا ده مش دعاية ولا حاجة، لكن هو شهادة حق بس ان الحاجة كويسة جدا جدا. والحمد لله بعد هو ما ظبط شغله وشال القطعة المحروقة وبيستبدلها، طبعا رجع الجهاز زي الفل وجمد تاني، وهتشوفوا ده من خلال الفيديو طبعا. فالمشكلة مش في الجهاز، المشكلة كانت في الكهرباء. فأنا بنبه أي حد لو عنده مشكلة الكهرباء دي في الانقطاع وإنها تيجي منخفضة أو تيجي مرتفعة مع الانقطاع المستمر، من فضلك هاتي جهاز المثبت ده ضروري جدا. دلوقتي الأجهزة بقت غالية وبنحاول نجتهد إن احنا نحافظ عليها بشتى الطرق، ومنها طبعا زي ما قلت لك جهاز الستابلايزر اللي هو المثبت ده. طيب، فقال لي طب هقول لك برضو على شوية حاجات تانية تاخدي بالك منها وتحاولي تظبطيها لو هي مش متظبطة عندك. اللي هي أولا لازم تخلي فيه مساحة من التهوية جيدة حوالين الجهاز، ما تقلش عن 20 سنتي، سواء الحيطة أو سواء أي حاجة تانية محطوطة جنبه. ده ينطبق طبعا على التلاجة، على الغسالة، على الديب فريزر، الحاجات دي كلها. طيب، الحاجة التانية لما نيجي ننظف الديب فريزر ما ننظفوش بمواد تنظيف من اللي هي اللي احنا بنجيبها ننظف بيها اي حاجة بره. لا، ده يدوب مية وخل واسفنجة. بتبلي بس الاسفنجة حاجة بسيطة وتلف بيها على الجهاز من جوه، وبعدين تنشفي بعد كده بفوطة نظيفة، وترجعي تشغلي الجهاز بعدها بنص ساعة. تمام. عايزة بقى تستخدمي مسحوق مثلا زي سائل غسيل المواعين وكده، فممكن تستخدميه مع المية بالخل دي من بره مسحة برضو خفيفة كده، انما من جوه الجهاز لا. لو الكهرباء قطعت اول حاجة على طول تروحي تشيليها هي فيشة ال3 أجهزة: الديب فريزر، التلاجة، الشاشة بتاعت التلفزيون. أهم 3 أجهزة تشيلي عنهم الفيشة لما الكهرباء تقطع. في كمان لما يكون في جهاز عندك بيعمل تلج، ما تدوبيش التلج أو تحاولي تخلصي من التلج عن طريق آلة حادة
زي مفك، زي سكينة، الكلام ده كله غلط. تسيبي تشيلي الفيشة وتسيبي التلج يسيح لوحده. ولو هو فريزر من اللي هو الأفقي، بتشيلي السدادات بتاعة خروج المية، وتجيبي مية سخنة في كاتل أو حاجة، وتبدأي تدوبي التلج ده، وهو هينزل طبعا من المخارج دي، وتنشفيه بعد كده ونص ساعة وترجعي تشغليه. ولو طبعا مش بيعمل تلج وعايزة تنضفيه، افصلي الفيشة وبعد كده ابدأي واحدة واحدة نضفيه زي ما احنا اتفقنا. كمان درجة التبريد المثالية للديب فريزر اللي هي -18. الحاجات اللي هي بتظهر على الشاشة الديجيتال، الرموز والحاجات دي طبعا لازم اللي يتعامل معاها فني، علشان هو بيبقى عارف دي بترمز لإيه ودي بترمز لإيه، وبتختلف من جهاز للتاني، مش بتتشابه في كل الأجهزة. كل جهاز بيختلف عن الآخر. الحاجة الأهم واللي أنا شايفاها، أنا نفسي كنت بقع فيها وكانت غلطة كبيرة جدا، وحتى دي ظهرت في الفيديو وأنا بتكلم، لما تيجي تحطي الفيشة أو تشيليها، بلاش إن احنا نقعد نحركها شمال ويمين. فلما شافني انا بعمل كده فقال لي بالظبط كأنك دلوقتي بتفصلي الكهرباء عن الجهاز وبترجعيها في نفس اللحظة. فده طبعا يحرق الموتور. فالمفروض ان احنا نحط الفيشة مرة واحدة ونشيلها على طول، من غير زي ما قلت لكم ما نقعد نحركها يعني شمال او يمين. النقطة اللي انا يعني ما قلتلكوش عليها، المشكلة كانت فين بالظبط؟ المشكلة كانت في ان هو لما قلت له ان احنا جايبين استابلايزر اهوت وشافه، لقاه 1500 واط، يعني اقل، قدرته اقل من 2 كيلو فولت امبير. فبالتالي لما بتيجي الكهرباء قوية او ضعيفة مش بيظبطها كما ينبغي لجهاز الديب فريزر، فعلشان كده الموضوع ده ادى لحرق الجزء اللي هو غيره ده. فالمفروض ان جهاز الديب فريزر بيبقى متركب على استابلايزر 2 كيلو فولت امبير فيما فوق. لو هتركبي عليه جهاز تاني كمان مع الديب فريزر يبقى ممكن بيدي قدرة اكتر من كده. تمام. وطبعا يعني أنا بجتهد في الشرح ده، لكن في ناس طبعا أهل فتوى عني كتير يقدروا يفيدوكم في الجزئية دي كمان، لكن زي ما قلت لك أنا بقول بس العناوين الرئيسية لا أكثر ولا أقل. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وما كنش يعني، وبعتذر عن إن أنا رغيت كتير، ويا رب كده إن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله وانتوا بألف خير وصحة. وإحنا بنحاول من خلال الفيديوهات دي نفيد بعض، اللي عنده معلومة يقولها للتاني. وحتى لو لكم تجارب مع الموضوع ده قولوها لي برضو في الكومنتات، وأشوفكم وانتم بألف صحة وعافية يا رب. دمتم في أمان الله، مع السلامة.